لو انت عايش في مصر تشتري استثمار في دبي ولا تشتري استثمار في مصر؟ خليني اقول لك، لو انت خلاص عندك بيتك في مصر وقاعد ومستقر فيه ومش محتاج بيت تسكن فيه، يبقى اول بيت تشتريه تاني الاستثمار يبقى في دبي. ليه؟ عشان دبي العائد الاستثماري بتاعها بيبدا من 8%، يعني 8 و9 و10 بيصل ل 15% احيانا، وده رقم مش صعب تحصل عليه. وفي نفس الوقت الفلوس بتجيلك بالعمله الصعبه، بالدرهم او بالدولار، فانت طول الوقت بيجيلك بالدولار، بس جوه مصر انت عايش جوه مصر بتصرف بالجنيه. فانت لو قلنا الاستوديو مثلا بس العائد الاستثماري بتاعه بالجنيه المصري بيبدا من 700 800 الف جنيه سنويا بتاخدهم كاش اول ما بتتعاقد. يعني المؤجر اول ما بيأجر بيديك الفلوس كده على طول وانت بتكتب له العقد، لغايه يصل لمليون ونص الاستوديو الواحد، اللي هو متوسط السعر بتاعه 9 مليون جنيه على اقساط 6 سنين. الفلوس بتجيلك انت تقدر تتفسح بيها، تروح بقى مراسي، تروح هيسيندا، تروح المكان اللي انت عايزه في الساحل طول الموسم، وفي نفس الوقت تقدر يكفي لك مصاريف الاولاد، الجامعات والمدارس وحياتك الشخصيه كلها. تبص تلاقي ان انت بشقه واحده بس، استوديو او وان بيدروم في دبي، العائد الايجاري بتاعها يعيشك طول السنه مصاريف حياتك كلها بفسحك بخروجاتك، ويتبقى معاك الفلوس بتاع الدخل بتاعك العادي تقدر تستثمره في المكان اللي انت عايزه براحتك. دي كانت نبذه سريعه كده عن اجابه ايه الفرق ما بين دبي ومصر في الاستثمار. اللي عايز تعرف تفاصيل اكتر تابع معايا. سلام.